بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دلوقتي مطلعه لبن بغليه، يعني مطلعه كميه لبن في حله واتنين كيلو في حله. قلت بقى اعمل ايه؟ اعمل مهلبيه. لقيت عمي جايب لنا من المنصوره كنافه وجلاش وهو جاي. قلت اعمل ايه بقى؟ اعمل معاكم كنافه بالكاستر او بالمهلبيه زي ما انتوا بتحبوها. و... وهاغلي لبن، هعمل معاهم. انا الوقت معاكم هو حاطط اللبن يغلي وحاطط على سكر، بس ما بكترش السكر عشان بسقي بشربات لسه. الكنافه بتسقى بشربات، واحط عليها فانيليا، وبحط على ما فيش الا فانيليا وسكر والنشا. فانا معاكم اهو حاطط النشا عليها حبه ميه، قيمه كوبايه ميه. ده الفانيليا اهي، وريتها لكم. ده الباكت بتاع الفانيليا. ده النشا اهي كده تمام قوي. اللبن كله على فكرة مش لبن جاموس ولا لبن بقر، انا حاطة جاموس على بقر، اللي هو اللبن البقاري. انا بجيب بقاري وبجيب جاموس، بحط الاتنين على بعض. بحط مثلا يعني بتاع الحلويات حاطة قيمة كيلو لبن وكيلو جاموس. لبن لبن كيلو بقر ولبن وكيلو جاموس، يعني اتنين مع بعض. وبتاع المعمر برضك اتنين جاموس واتنين بقر، عشان كنت عاملة برضك انا وسلفتي لانها مركبة كلنا وتعبانة لسه. معاكم الحلويات اهو. بس يبقوا اللبن بتاع الحلويات بتاعت الكنافة والجلاش ما تبقاش، لازم تبقى تقيلة شوية، يعني حاولوا تكتروا النشا شوية. انا كده خلصت، احطها في طبق كبير عشان تبرد. كده انا حطيت حلة تانية اهي، هعمل الشربة. الولاعة باظت مني. نحط السكر. انا حطيت كيس لان انا كنت عاملة جلاش كتير وكنافة كتير، كنت عاملة كيلو وكيلو. والعسل عامة اللي لما بتفضل بسيبه يبرد، وبيفضل 8 ازاز وبعينه في الباب التلاجة مبجرالوش حاجة. ليمونة. على فكرة انا هاخد الكنافة والجلاش والمعمر واطلع على السطوح بتاعنا بقى. كده معاكم اهو المعمر. اعمله الاول واحطه في الفرن عمال ما الفرن يسخن. حطيت ملح. دي قشطة اللبن اللي بغليه، الهوشة بتاعت اللبن.
بعبيها في علبة وأنا في الفريزر. احط اهو. ما حطيتش على الطبق الصغير، لان الطبق الصغير بتاع حماتي تعبانه وما بتحطش، ما بحطلهاش قشطه. احط لها حته زبده صغنونه كده. ده اللبن اهو. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده تمام اهو. الفرن كان سخن، حطيته. كده بقى بسخن الزبده اهو، وده الجلاش، وده الكنافه. وبرضه كان جايب لي بتاع زبيب، وكان جايب لي جوزة الهند، بس انا عملتها انتوا بتقولوا بالكريمه او بالكاستر، انا بقول احنا بنقول عليها كده كنافه بالحلويات مثلا، او يعني زي ما انتوا بتقولوا يعني. كل بلد ولها لغتها زي ما بيقولوا. انا بقطعها، وانا بحبها منكوشه على فكره، مش بحبها متقطعه بالسكينه قوي ناعم كده. احنا بنحبها يعني ايه، نشدها، نعملها من بعضها بس كده، نسلكها من بعضها ونقوم عاملين. ده الصينيه اللي هنعمل فيها. الزبده ساحت، وحبه زيت حطيت اهو. ما شاء الله. حطيت عليها زبدة تاني، قلبها في بعضها بقى. حطيت في أرضيتها شوية. تمام تمام. واعملوا لها حرف عشان لما تيجي الحلويات تخش الحلويات دي ما بتخش الفرن بتسيح، اما توقعش على الحروف تحروق. انا بعمل لها حرف اهو. دي كوكي، كانت عايزة تساعدني. كده تمام. بحط الكريمة اهو. ما شاء الله. عايزين تحطوا زبيب، جوز الهند، فول سوداني، عادي، يعني كل واحد وطريقته. حط على الطبقة التانية بقى. حط الزبدة. ما شاء الله، الزبدة بتودي الحلويات في مكان تاني. ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة.
هنعمل الجلاش بقى اهو. الطريقة دي بقى اللي معلمهاني حماتي، اللي هو اللي حكيبة دي الصراحة، احنا بنحبه كده. تمسكي يعني ورقة جلاش تطبقيها وتدهنيها زيت سمنة اللي انت بتحبيه تحطيه. انا عكيتها زبدة اهو. حط حبة زبدة، وحط زبيب لو انت عايزة برضو عادي. اه، بنعمله حجيبة كده. احنا كنا صايمين النهاردة الاتنين. وقلنا بقى ايه، طريقته سهلة. ما شاء الله. تعملوها زي القرطاس زي السمبوسة، نفس الطريقة. اهو نعكها زبدة بقى، دهنها بالفرشة كده. الحمام بتاعنا جه قدامنا اهو. ما شاء الله، ده المعمر بالصلاة على النبي. ما شاء الله. ده الكنافة وده الجلاش. تسلمي يا شوشو. احنا بقى بنعمل فطير، اللي هو الحلو المسكر، اللي احنا بنشتريه الصراحة، بس الأسعار ضربت. فليه؟ ومش نفس طبعا عمايل بيتك، ولا نفس نظافتك ولا شطارتك. قلت بقى اما اعمله في البيت. اهوت. بس الورقة دي اتقطعت مني. وكانت المفروض احط ورقة زيادة. مم. بتطبقيه زي المنديل. ما شاء الله. اهو معكم اهو، ورقتين على بعض. وممكن لو الورق تخين، ورقتين رقيق، اعملي 3 عادي. اهو انا لقيته رقيق عملت 3.
بقيت اعمل الاتنين مع بعض واحطهم في النص واحط الورقة التالتة كده ايه زي ما انتوا شايفين متطبقة كده عليها اهو. ما بياخدش حاجة ما شاء الله. اهي لقيت الورقة اتقسمت نصين، عملت زي المنديل كده حطيت فيها اهو. ما نرميش حاجة، بتنفع كل حاجة بتنفع. عايزة تحط زبيب برضك عادي، شكل الحاجة عندك حط. ما شاء الله. 3 ورقات. ده بقى بيبقى تحفة. ايوه كده. اهو معاكم اهو. عمايله سهلة جدا بس تحفة. بالله عليكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. ما شاء الله اهوت. ده الكنافة بالصلاة على النبي اهي ما شاء الله. وده الجلاش اهو انا اللي حجبه. ما شاء الله اهو. انا الفطير. ما شاء الله اللهم صل على النبي. تسلم ايدك يا ام رمضان والله. عسل عسل عسل. ده كنت نزلت بقى المغرب جدا عشان نفطر. البتاع الكاميرا مش مضيعة اللون مش زي فوق ما شاء الله. كده انا بس الشربات اهو ما كترتلوش عشان هو فيه كاستر. ده انا كنت عملت كبدة بس ما عرفتش اصورها معاكم لان انا كنت على السطوح بقى ونزلت عملتها عشان ننهض نفطر كنا صايمة وحماتي النهارده. ال- الكاميرا مضيعة اللون خالص. الإضاءة ولا الكاميرا مش عارفة والله. ما شاء الله. بطاطس وكبدة ومخلل حلو أوي. ما شاء الله. كان طعمه تحفة والله العظيم. الكبدة بتجيبي بصلتين وقرنين فلفل حامي، ولما تيجي تستوي بحط طماطماية والبهارات اللي انت بتحبيها. ده ما شاء الله الإضاءة هنا حلوة اهي. ما شاء الله معاكم الفطيرة والكنافة اهي. تحفة والله العظيم تحفة. اهو حمرا معاكم اهي من جوه زي بره. ما شاء الله اللهم صل على النبي. ده الجلاش بقرمش جدا والله العظيم بقرمش. الفول كريمة صيحة خالص ازاي.
ما شاء الله. لو عجبكم طريقتي اعملوا لايك لو سمحتوا، بالله عليكم لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. ما شاء الله.